ومحمد ولدي خوتي المغاربه، خواتاتي المغربيات، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي ندوي فيه على الواقعه اللي وقعت في مدينه المحمديه وهزات الساكنه كامله، وبالضبط في المنطقه ديال جنان الزيتون، اللي مشى الضحيه ديالها خوتي المغاربه شاب في مقتبل العمر، عنده في عمره 22 سنه. هاد الشاب اخوتي المغاربه كان كيخدم قباص، وهاد الشاب كان مبلي، وربما البليه هي السبب ديالو في انتهاء ديال الحياه ديالو. هاد الشاب قبل من الواقعه اللي صبحات الام ديالو مع الصباح مع 7 ديال الصباح لقاتو ميت، قبل من هاد الشيء كانت كتواصل معاه مع الجوج ديال الليل هو في السطح، وكتواصل معاه في الواتساب بالاوديوات، كتقول ليها ولدي نزلت نعس، وكيقول لها امي غير خليني راني مريح مع صاحبي فلان في السطح. الام عارفاه السيد مبلي الله يعفو عليه، عارفاه راه غادي ينزل كيف ما ديما، كيف ما تيوقع السيد كيتكيف وكيولي هبط لبلاصتو ينعس. ولكن هاد النهار هذا ما تعوداتش هاد العاده هذا اللي مولف هو يعني كيهبط ينعس، ما هبطش. الصباح مني فاقت الام وغادا تمشي للخدمه، كتلقى الناس مجموعين جنب الدار ومهولين ومخلوعين، كتسول شنو وقع، كيقولوا ليها راه ولدك محمد راه صباح ميت. صراحه الام تصدمات وما فهمات حتى شي حاجه، كيفاش هاد الدري اللي هو ولدي تنتواصل معاه في الواتساب مع الجوج ديال الليل، تنتواصل معاه اوديوات وتيقول لي انا راه مع فلان وفلان رانا شويه غادا نهبط، الصباح لقيتو واحد الحاله يرثى لها ما تمناها حتى شي واحد. وقبل ما تدوي معاه اوديوات في الواتساب كنزل وكنخدم من عندها 200 درهم باش مشى شرا من الحانوت دانون ورجع ليها الصرف، لحقاش مو غادا تنعس وتمشي للخدمه، وفي الصباح ما غاداش تقدر انها تخلي ليه الفلوس، ربما تنسى ولا شي حاجه خلاتها ليه بالليل. هنا الام مني شافتو في ديك الحاله تصدمات، الولد الراس ديالو مضروب والنيف ديالو كيسيل منه الدم، وما فهمات حتى شي حاجه. كيفاش السيد كان في السطح الصباح لقيناه في الارض جنب الدار، ما فهمات والو. وكيف ما صرحات الاخت ديالو قالت ليك خويا كون طاح من الدار كان عيتشتت ما تلقى فيه ما يجمع، لانه المسافه ديال البعد غادا تشتشو، وحتى من التليفون ديالو اللي هو في الجيب ديالو ما وقع ليه والو، يعني التليفون مازال صحيح. والتليفون حاليا راه عند دارك الملكي باش يفتشوا اخر المكالمات مع من كان تيدوي ومع من كان تيهضر وشكون كان معاه. صراحه هاد الواقع اللي مازال الام كطالب بالحق ديال ولدها وتعرف شنو وقع، لحقاش هي بالليل دوات معاه مع الجوج وشي حاجه، مع الثلاثه كيصوني صاحبه وكيسول الام ديالو وكيقول ليها واش محمد مازال في السطح. القضيه الاخوان غامضه شويه ومازال ما مفهوماش كيفاش هاد السيد كان في السطح وكيفاش حتى لقاوه في الارض. شي فرضيات كيف تارضوهم الناس كيقول لك يقدر انه هاد السيد يكون استعمل اوفر دوز اولا شي حاجه وتلاح الارض، ولكن هاد الفرضيه كنظن لا اساس لها من الصحه، حيت الاخوان كون استعمل شي حاجه وتلاح من الدار كيف ما قالت الاخت ديالو راه كان غادي يتشتت، وحتى من التليفون كان غادي يتهرس، ما كانتش غتكون عنده غير ضربه هنا وكيسيل ليه الدم من النيف ديالو. هذه وحده. الحاجه الثانيه هو هاد الشاب اللي ربما يقدر يكون تضرب في الراس ديالو ساليه الدم من النيف ديالو، كيفاش حتى وصل لديك المنطقه وكيفاش حتى نزلوه واش لاحوه، حيت كون لاحوه الاخوان كان غادي يتشتت اكيد.
ولكن كيفاش حتى وصل لهذيك المنطقه وهو فيه غير ضربه في الراس ديالو وسيل ليه الدم من النيف ديالو؟ الامور غامضه شويه ما مفهوماش. حيت الاخوان راه باش تصور واحد السيد يلوحوه من الدار راه اكيد غادي يرجع بحال شي حجر ديال الطوبيه اولا الياجور، غادي يتشخشخ ما تلقى فيه ما يجمع. والحاله الثانيه اللي كيفترضوا بزاف ديال الناس كيقول لك ربما هذا الشاب هذا انتحر، هو لاح راسو، والام كتنفي هذا الشيء بتاتا وكتقول لهم انا من المستحيلات انه ولدي يلوح راسو. ولدي انا كاتبه ليه الدار بسميتو وخدام على راسو وما مخصوص حتى من شي حاجه، اي حاجه موفرها ليه وبخير عليه. كيفاش غادي يلوح راسو؟ شنو المشكل اللي عنده؟ انا ولدي ما عنده عداوه حتى مع شي واحد وما عنده مشكل حتى مع شي واحد وعايش بخير عليه واللي خاصاتو كنعطيها ليه وخدام بدراعو. شنو السبب اللي غادي يخليه انه يتلاح؟ هذه راه لا علاقه وانا ما مصدقاش اصلا هاد الهضره هذه. هادشي اللي كتقول الام ديالو كتقول لك راه لا يمكن، انا ولدي عايش بخير عليه وولدي مرضي، عمرو سبني اولا عايرني اولا شمني اولا رد عليا الهضره اولا ولدي انا مقدرني وولدي كيحترمني وولدي مرضي، على حد القول ديالها الاخوان. ولكن الاخوان الحاجه اللي كتخلي هذه القضيه غامضه شويه، هاد الدراري اللي كانوا معاه اللي دابا مجدود فيهم واحد، يعني الاخوان راه بزاف ديال الناس عيقول لك كيفاش كانوا مجموعين مع بعضياتهم كيتناولوا البليه ديالهم، كيفاش هذاك السيد يعني غادي يتلاح وهما ما غاديش يشوفوه اولا ما غاديش يقولوا للام ديالو شنو كاين اولا شنو كاين ويخبروها اولا شي حاجه. واش ما غاديش انه يحاولوا انه ينقذوه الا كان غادي يتلاح؟ غادي ينقذوه وغادي يوقفوا معاه وما يخليوش، اولا انه هما اللي ضربوه وحاولوا انه يلوحوه؟ اما الى لاحوه راه الاخوان راه شي حاجه اخرى. كيف ما قلت شي حاجه يعني من غير انه يلوحوه كيفاش حتى وصل هذيك البلاصه، راه الحاجه ماشي هي هذيك بالساهل، شي حاجه ماشي هي هذيك. حيت كون طاح الاخوان حتى من التليفون اللي في جيبو كان غادي يتهرس. هنا الامور غامضه الاخوان، والام كتخرج وكطالب وكتناشد المغاربه انها يوقفوا معاها باش القضيه تولي قضيه راي عام وولدها ياخذ الحق ديالو، وكتناشد جلاله الملك وكتناشد الحموشي باش يتدخلوا في هذه القضيه وينصفوا الولد ديالها اللي في العمر ديالو 22 عام. صراحه انا الاخوان الحاجه اللي بغيت نوصل في هذا الفيديو وتقريبا الواقعه اللي وقعات مع هذا الشاب اللي هو محمد نفس الواقعه اللي وقعات مع الشاب اللي راح الضحيه ولحد الساعه مازال ما فاهمين عليه والو، اللي هو تامي بناني. الشاب اللي مشى يحتفل مع صحابه وكيفاش حتى غدروا به وكيفاش حتى صفاو عليه. راه شحال من واحد كيجلس واحد الجلسه اللي هي مع العشران ديالو كيكونوا عندهم البليه وبزاف د الحوايج حتى الصباح كيصبح مول الامانه دا امانته، والقضيه ديالو غامضه ما عارفينش حتى شنو وقع ليه. كانوا ناشطين ضاحكين، واحد الساعه نوضوها قرباله، وكتوقع مرارا وتكرارا الاخوان. لحقاش العقل كيكون مخدر وكيكون غايب، والانسان تنتظر منه اي حاجه، بالخصوص هذاك الانسان اللي كيكون معاك وصاحبك. راه ربما غير هضره تزايدوا في الهضره وما تفاهموش اولا تزايدوا غير في النظرات اللي هي ربما كتشوف فيه بشي نظره اللي في شكل، وداك الانسان مخدر وكيتوسوس يقدر يأذيك ويدير لك بزاف ديال الحوايج. كنتمنى اي واحد مبلي الله يعفو عليه، الله يعفو عليه. والغايه من هذا الفيديو ماشي باش نتشفاو اولا ماشي باش نضحكوا، وكنتمنى ان هاد الام تاخذ الحق ديالها والله يرحم ولدها ويوسع عليه. حتى شي واحد الاخوان ما كيبغي خوه المسلم، ما تيبغي خوه المسلم انه يوقع عليه هكا